إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن في صحاح السنن عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم كنوزا تحتاج إلى من يبحث عنها وينظر فيها، فإذا نظر فيها وعلم ما فيها عمل بها، ثم دعا إلى الله عز وجل بهذه الكنوز. روى أحمد في مسنده بسند فيه كلام خفيف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لابنه أبي بكر رضي الله عنه: يا بني اكتب هذا الحديث فإنه كنز من كنوز السنة، ففي السنة كنوز. واليوم إن شاء الله عز وجل مع كنز من هذه الكنوز، من كنوز من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، مع حديث صحيح جليل رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، ورواه ابن أبي الجعد في الجعديات بسند حسن أيضا مختصرا، ورواه الإمام العدني في مسنده مطولا بسند صححه البصيري رحمه الله تعالى، ورواه أيضا هناد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء بن السائب رحمه الله تعالى. وعطاء هذا كان مختلطا، ولكن بعض رواة هذا الحديث حملوه عنه قبل الاختلاط، فالسند صحيح إليه ومن فوقه ثقات. قال عطاء رحمه الله تعالى: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وكنت أول يوم أراه، رأيته في جنازة، شيخ كبير أبيض اللحية على حمارة يتبع جنازة. وهذا أول فائدة، أنه يجوز اتباع الجنائز على الدواب إن كنت راكبا، ولكن كن خلفها، كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عطاء: فسمعته يقول: حدثنا فلان بن فلان، هكذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نعرفه، ولا يضره أننا لا نعرفه، فالله عز وجل يعرفه. ثم الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة، ودعك ممن عاداهم أو عادى واحدا منهم فإنهم زنادقة، كما قال أبو زرعة رحمه الله تعالى عن فلان بن فلان، رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:
يقول لأصحابه يوما وهو في مجلس معهم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله عز وجل لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله عز وجل لقاءه. وهنا أول فرق وأكبر فرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يوعظون فيتعظون، ويخوفون بالله عز وجل فيخافون، ويؤمرون فيفعلون، ويزجرون فينزجرون. ما أن سمع الصحابة رضي الله عنهم هذه الكلمات القليلات الجامعات حتى أكبوا على البكاء جميعا، بكوا جميعا، وكان لبكائهم خميل وصوت دوي كدوي النحل. لماذا؟ كانت قلوبهم مع الله عز وجل. إذا نظرت في هذا الحديث وعلمت أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهل أحببت أنت يا عبد الله لقاء الله عز وجل؟ هل اشتقت أنت إلى الموت الذي يقربك من الله تعالى؟ إذا لم تكن كذلك وكنت لا تحب الموت وحبك للدنيا أشد وإقبالك عليها أكبر، فتعلم حينئذ أن الله لا يحب لقاءك. وكم في هذا من بلاء ومصيبة أن تستشعر في ذات نفسك أن الله لا يحب لقاءك، لا يريد لقاءك سبحانه وتعالى. بكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استشعروا هذا الأمر، وكثيرا ما كانوا كذلك. يقول حنظلة رضي الله عنه، والحديث في المسند وصحيح مسلم، قال: نافق حنظلة. لماذا يا حنظلة؟ قال لأبي بكر ثم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نكون عندك تذكرنا تعظنا بالجنة والنار حتى كأننا نرى الجنة والنار رؤيا عين. في حديث أبي هريرة في المسند أيضا وعند أبي يعلى بسند حسن، قالوا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك وسمعنا منك رقت قلوبنا واقشعرت أجسادنا وبكت أعيننا. هكذا كانوا، بل كانوا بعد ذلك بزمان إذا حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سالت أعينهم بالبكاء خشية مما يذكروه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا آتاه وقال: يا أبا هريرة حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل أبو هريرة رضي الله عنه عليه يحدثه، فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، وأشار إلى بيت في المدينة ليس معي أحد غيري أنا ورسول الله فقط. ثم بكى أبو هريرة رضي الله عنه يعيد ذلك 3 مرات، ثم يذكر الحديث الطويل في أول من تسعر بهم النار. هكذا كانوا إذا ذكروا أمرا من الأمور إنما يأخذونه على خواص أنفسهم. أقبل عليهم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما يبكيكم؟ لماذا تبكون؟ فقالوا: يا رسول الله إنا لنكره الموت، وأينا لا يكره الموت. كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامها كذلك: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله كلنا يكره الموت، يبكون لذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مصححا وموضحا لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين: ليس ذلك أعني، ليس الأمر أمر محبة للموت أو بغض فيه، فإن هذا في بني آدم، أن غالب بني آدم لا يحبون الموت. الصالحون قد لا يحبون الموت، ولا يقدح ذلك في حبهم للقاء الله عز وجل. كيف ذاك؟
قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذلك أعني، ولكن إذا حضر العبد، إذا جاءته الوفاة، إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، إن كان من المنعمين فروح وريحان وجنة نعيم، إن كان من المتقين نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فتكون تلك أولى البشريات. في حديث الترمذي وغيره بسند صحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العبد المؤمن فرج الله له عن ثوابه، كشف الله عز وجل له عن أجره عند الله تعالى، أراه الله تبارك وتعالى بعض النعيم الذي ينتظره، حينئذ يحب لقاء الله تعالى. إذا حشرج الصدر وطمح البصر وتشنجت الأصابع وضاق الصدر بالروح، حينئذ يأتي ملك الموت فيدخل على العبد الصالح فيحييه، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حينئذ يدخل عليه ملك الموت فيحييه بتحية من عند نفسه، يقول ملك الموت كما صح في بعض الآثار عن بعض السلف السلام عليك يا ولي الله. حين يدخل ملك الموت ويجلس عند رأس العبد المؤمن ويقول السلام عليك يا ولي الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يأتيه بكلمة أعظم يقول الله يقرئك السلام، الله جل جلاله يقرئك السلام، ثم ينادي على هذه الروح الطيبة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يا أيتها النفس الحميدة كانت في الجسد الحميد اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. حينئذ يحب العبد لقاء الله، والله عز وجل للقائه أشد محبة. إذا تقربت من الله شبرا تقرب الله عز وجل إليك ذراعا، وإذا تقربت إليه ذراعا تقرب الله عز وجل منك باعا. فإذا كنت لله محبا وعلى الله مقبلا كان الله عز وجل لك أشد محبة وعليك أشد إقبالا. قال صلى الله عليه وآله وسلم وإن العبد الفاجر، العبد الكافر، العبد المنافق، وإن العبد الفاجر فأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا بشره الله عز وجل، بشر المنافقين. لماذا؟ لأن لهم عذابا أليما، بشره الله تعالى وفرج له بعض ما يلاقيه. حينئذ ينزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه سود الثياب، عليهم معهم كفن من أكفان النار وحنوط من حنوط النار، فيدخلون عليه فلا يحيوه ويكلموه فلا يسلموا عليه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. في هذا اليوم تنزل عليهم الملائكة والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب. حينئذ يكره العبد لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أشد كرها وأشد مقتا. إنه كان من العباد
كان من عبيد الله الفاجرين ولم يكن من العباد الصالحين، يكره الله لقاءه فيقبض ملك الموت هذه الروح بعد الضرب الشديد وبعد النداء المبشر بالجحيم، يقول يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط، إلى غضب، إلى رب غضبان غير راض، اخرجي إلى جحيم، إلى العذاب الأليم. فتتفرق الروح ثم تخرج الروح ضربا وعذابا حتى يذوق بعض جزائه في قبره، ثم يوفى الجزاء في الدار الآخرة، إلا أن يعفو الله عنه إن كان من أهل التوحيد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقب فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون عند صلاة العصر وعند صلاة الصبح عند الفجر، من صلى البردين دخل الجنة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من صلى لله صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها كان من أهل النعيم إن شاء الله عز وجل. يتعاقب فيكم ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر، فإذا صلوا العصر صعدت ملائكة النهار وبقي فيكم ملائكة الليل، وإذا صليتم الصبح صعد ملائكة الليل وبقي فيكم ملائكة النهار. قال صلى الله عليه وسلم فإذا صعدت الملائكة إلى ربها جل وعلا سألهم وهو أعلم تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي وكيف أتيتم عبادي، على أي حال أوجدتموهم غافلون، أوجدتموهم لاهون، أوجدتموهم عن الصلاة معرضون، عن بيوت الله معرضون، على الدنيا مقبلون، للأموال جامعون، للمحرمات يفعلون. كيف تركتموهم وكيف وجدتموهم؟ هل وجدتموهم من العباد الزهاد؟ هل وجدتموهم من المقبلين على رب العالمين؟ هل وجدتموهم من المصلين الخاشعين؟ فتقول الملائكة ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يذكرون أفضل شيء وجدوه في أول الأمر وآخر ما تركوا عليه العبد في بيت الله عز وجل. أتينا وقت نوم الناس فوجدناه قد سمع حي على الصلاة فأتى، قال ألبي نداء الإله مجيبا آتيا إليك يا رب العالمين، فاجعل دعائي يا ربي مجابا واجعل خطايا لذنوب مكفرين. أتيناه وقت نوم الناس فوجدناه سمع الصلاة خير من النوم فأتى إلى الصلاة التي هي خير من الدنيا وما فيها. جئنا إليهم فوجدناهم في بيوت الله عز وجل وانطلقنا من عندهم وهم في بيوت الله تعالى. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد نفس هذا الحديث بهذا اللفظ ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث الرؤية، رؤية الموحدين لرب العالمين جل وعلا. إنكم ترون ربكم يوم القيامة عيانا لا تضامون فيه، لا تشكون فيه ولا تضامون فيه، لا ينزوي بعضكم إلى بعض، إنما ترون ربكم عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال أهل العلم فهذان الوقتان هما وقت زيارة الموحدين لرب العالمين جل وعلا. أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ثم يقولون ربنا وإن فيهم عبدا من عبادك. وهذا العبد هو بغية الله عز وجل من أهل الأرض كما قال تعالى في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم
قال الله عز وجل لموسى عليه السلام عن بعض أولئك الصالحين: أولئك بغيتي، أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. ربنا وإن فيهم عبدا من عبادك يعلم أنه ما أصابه خير قط إلا منك، ولا دفع عنه سوء قط إلا بك. عبد يؤمن بقضاء الله وقدره، عبد مقبل على ربه تبارك وتعالى، يكون لله عز وجل من الحامدين في السراء ومن الصابرين الراضين في الضراء. عبد أقبل على الله تبارك وتعالى فرضي بالله ربا، ورضي بالإسلام دينا، ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عبد سمع آيات الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد سمع قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عبد سمع حديث رسول الله: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر ولا أفضل من الصبر. عبد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عظم الجزاء مع عظم البلاء. عبد سمع عن خيثمة رضي الله عنه وهو من أعلام التابعين قال: تقول الملائكة لربنا تبارك وتعالى: يا رب، عبدك فلان من المؤمنين، من الصادقين، من الخاشعين، من المتسننين، من المتبتلين، من القائمين، من الزاهدين، من الشاكرين، ربنا تزوي عنه الدنيا وتسلط عليه البلاء، وعبدك فلان من الفاجرين، من العاصين، من المعرضين، من المخالفين للنبي الأمين، تجمع له الدنيا وترفع عنه البلاء. فيقول الله عز وجل لبعض ملائكته: اكشفوا عن ثوابه، انظروا لتعلموا أجر هذا العبد المبتلى الصابر. قال: فإذا نظروا في ثوابه قالوا ربنا ما ضره لو ذهبت الدنيا عنه. شاهد ذلك ما رواه الطبراني بسند حسنه بعض أهل العلم، ويشهد له كتاب الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالشهداء يوم القيامة فينصب لهم الميزان ويحاسبون ويوزن لهم الأعمال، ثم يؤتى بالمتصدقين فينصب لهم الميزان ويحاسبون وتوزن لهم الأعمال، ثم يؤتى بالصابرين فيقال لهم: لكم الثواب بلا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أهل العافية ليودون يوم القيامة أن قلدوا في الدنيا بالمقاريض بالمناشير لما يرون من عظم الجزاء لأولئك الصابرين. عبد علم وعد الله وعلم وعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل بقلبه على دين الله وصبر بقلبه راضيا على أقدار الله عز وجل. والدنيا كلها بلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، والبلاء يكون بالخير أو بالشر، وهذا البلاء هو محك الاختبار. فلله عز وجل على العبد في كل موقف عبودية. يقول عمر: لا أبالي أي المطلقين ركبت، الصبر أو الشكر، إن كان الغنى ففيه الشكر، وإن كان البلاء ففيه الصبر، وكلاهما طريق موصل إلى الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. قالت الملائكة: ربنا تركنا فيهم عبدا من عبادك يعلم أنه ما أصابه خير قط إلا منك، وما دفع عنه سوء قط إلا بك، يعلم أن الأمر كله من عندك. يقول الله عز وجل لملائكته: زيدوا عبدي،
يقول سفيان، لا أدري، سفيان الراوي عن عطاء، لا أدري أبدأ بيزيدوه أم ابتلوه، ولكن رواية أبي الأحوص بدأ بيزيدوه، فبها نبدأ. فيقول الله عز وجل لملائكته زيدوه، أي في الرخاء، وسعوا عليه، أعطوه من الأموال، أعطوه من راحة البال، أعطوه من الأولاد، أعطوه من نعيم الدنيا ما يشاء، فيزيدوه. ثم يقول الله عز وجل لهم زيدوه فيزيدوه، ثم يقول الله عز وجل لهم زيدوه، فيقولون ربنا انتهى المزيد يا ربنا، أخذ كل المزيد الذي أمرت به. فيقول الله عز وجل لملائكته خوفوه ابتلوه، فيسلط عليه البلاء. وقد صح عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أكثر الناس بلاء الأنبياء، ثم العلماء، ثم الصالحون، الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ابتلوه، سلطوا عليه البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بلاء من رب العالمين، اختبار للموحدين ورضا للمجرمين، فيبتلونه. فيقول الله عز وجل لملائكته ابتلوه مرة ثانية، ابتليناه في الأموال فصبر، في الأولاد فصبر، في العافية فصبر، في أي أمر من أمور الدنيا زيدوه، فيزاد في بلائه. ثم يقول الله عز وجل ابتلوه، فتقول الملائكة ربنا انتهى البلاء يا رب. فيقول الله عز وجل كيف وجدتم عبدي؟ لقد قلتم إنه من الراضين بقضاء الله، فكيف وجدتموه؟ قالت الملائكة ربنا وجدناه أصبر عبد على البلاء وأشكر عبد عند الرخاء. وجدناه أصبر عبد عند البلاء وأشكر عبد عند الرخاء. روى عبد الرزاق في مصنفه بسند جيد أن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وإمام العلماء يوم القيامة، كان في الشام، فأصاب الشام طاعون، فدعا معاذ حين سمع عبادة رضي الله عنه يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعون رحمة الله بالمؤمنين. قال معاذ اللهم لا تحرم معاذا وآله، لا تحرمهم من رحمة الله. فدخل عليهم الطاعون فماتت زوجته بهذا المرض، بهذا الطاعون، ابتلوه. فدخل المرض على ولده، فدخل ولده عليه يوما وقال يا أبتاه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يا ابناه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاشتد المرض على ولده ثم مات. زيدوه، ابتلوه، فدخل عليه المرض رضي الله عنه وأرضاه، فكان يصاب بالمرض ويخلق خلقا شديدا ويغم غما شديدا، فيقول اللهم غمني غمه فوالله إنك لتعلم أني أحبك، اللهم اخلقني خلقك فوالله إنك لتعلم أني أحبك. وسلط عليه الله المرض حتى مات رضي الله عنه شهيدا في هذا البلاء. مثل هذا العبد أشكر عبد في الرخاء وأصبر عبد عند البلاء، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. يا عبد الله، إنك إذا نظرت في حياة الأنبياء لم تجد نبيا إلا ويبتلى. هذا يبتلى بالمرض، وهذا يبتلى بالفقر، وهذا يبتلى بالفراعين، وهذا يبتلى بالمجرمين. عباد الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الترمذي بسند حسن: وإن أحدهم للبلاء أحب إليه من الرخاء إلى أحدكم. هكذا كان. وقد ابتلى الله عز وجل كثيرا من الصالحين بعد الأنبياء. وأذكر لك اليوم إن شاء الله عز وجل حديثا صحيحا صححه جمع من أهل العلم، فيه صورة من البلاء عجيبة والصبر عليها أعجب. وهذا الحديث ذكره أهل العلم في قصة الإسراء والمعراج كما رواه بعض أهل السنن، وصححه الحافظ ابن حجر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة؟ فقال جبريل عليه السلام: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. وما خبرها؟ وكيف حالها؟ ولماذا استحقت من دون الناس جميعا أن يطيب ريحها هي وأولادها حتى يشم هذه الريح سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في رحلة التكريم والتشريف؟ إنها امرأة كانت ماشطة لابنة فرعون ولها 4 من الأبناء. وهب نفسك الآن أنك تتعرض لهذا البلاء، هل تكون من أولئك الصابرين الذين يستحقون الأجور العظيمة؟ فكانت تمشط ابنة فرعون فسقط المشط من يدها، فأخذته المرأة وهي تقول: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: الله من؟ أبي؟ قالت: لا، ربي وربك ورب أبيك الله تبارك وتعالى. فأخبرت ابنة فرعون بخبر هذه المرأة، فأرسل إليها فرعون: ما تقولين؟ قالت: أقول بسم الله ربي وربك الله. فأخذ أولادها 4 وأمر جنوده وعساكره وزبانيته أن يأتوا بالزيت، فأتوا به، وأن يشعلوا النيران العظيمة، ففعلوا، فوضعوا الزيت في القدور، فأصبح الزيت يغلي غليانا شديدا. فأمر بها: إما أن تعودي عن هذا التوحيد، أن تعودي عن هذا الدين، أن تعودي عن هذا الصراط المستقيم، أن تتركي الإيمان برب العالمين، وإلا ألقيتك وأولادك في هذا، ألقيتك وأولادك في هذا الزيت المغلي. فصبرت المرأة رضا بقضاء الله تعالى. فأخذ فرعون ولدها الأكبر واحتمله الجنود وصاروا به أمام عينها وهي تنظر إليه، وقلبها قلب الأمهات، ليست بشرا غير البشر، ولكن إيمانها فاق إيمان كثير من البشر. يحمل ولدها فيلقى في الزيت المغلي فيأكل الزيت لحمه وتصفو العظام على سطح الزيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. عودي، اترك الدين، لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت لا تكن من الكافرين ولو عرضوا عليك العذاب الأليم. يحمل الولد الثاني فيفعل به كذلك، والثالث كذلك. وأي قلب هذا الذي يتحمل هذا البلاء؟ إنه القلب الذي آمن بالله تعالى، ثم يؤتى بها مع غلامها الرضيع فينطلق بها إلى هذا الزيت فتنظر فيه فترى عظام أولادها الذين كانوا ملء القلب والعين، ترى عظام أولادها ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، ترى عظام أولادها الذين كانوا يسيرون على الأرض من لحظات، ترى عظام
ولدها الرضيع، فأنطقه الله عز وجل: يا أماه إنك على الحق تصبر. هكذا كان صبره. وإنني لا أطيل عليك بذكر الأمثلة والنماذج، وإنما أذكر لك حديثا صحيحا فيه أجر أولئك الناس يوم القيامة. روى الحارث بن أسامة عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح قال: بعد أن ذكر أحداث يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وكرب يوم القيامة وعذاب يوم القيامة وحر يوم القيامة وشمس يوم القيامة وعرق يوم القيامة، قال: فيأتي مناد فينادي في أهل الجمع جميعا في أرض المحشر، يسمعه الأولون والآخرون، في رواية أحمد بسند حسنه الهيثمي وضعفه غيره، أن المنادي هو الله. ينادي الله عز وجل على أهل البلاء أولئك، على الحامدين الشاكرين، فيقول الله عز وجل: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم، سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الإكرام والإنعام. ثم يقول: ليقم الحمادون، ليقم الحامدون لربهم في السراء والضراء، ليقم الصابرون على قضاء الله وقضائه، ليقم الراضون عن الله عز وجل، فيقومون ويصاحون إلى الجنة قبل الناس ب500 عام. يا عبد الله، إن الله تعالى ابتلانا في هذه الأيام، لا أقول بغلاء ولا أقول بإجرام ولا أقول ببلاء من بلاء الدنيا، إنما ابتلانا في أعظم شيء عندنا، في أغلى بشر على وجه الأرض، في أفضل من صار على الأرض بقدميه، وهذا من أعظم البلاء، أن يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفينا عين تطرق. فلا الواجب علينا الآن؟ هل الواجب علينا أن نصمت؟ هل الواجب علينا أن نجبن؟ هل الواجب علينا أن نجلس في بيوتنا بلا حراك؟ هذا بلاء، ونرضى بقضاء الله وقدره. نعم، والله كرم نبيه فلا يناله أذى ولا سوء. نعم، ولكن ما الواجب علينا؟ الواجب علينا هو ما بايع عليه رسول الله أصحابه، هو ما بايع عليه رسول الله أصحابه. روى الإمام أحمد بسند حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ينادي في الناس، يحضر المواسم الأسواق ومواسم الحج للمشركين، يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، وخلفه أبو جهل يحثو عليه التراب، وخلفه أبو لهب يقول إنه صابئ كذاب، خلفه المشركون يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالجنون وهو صابر. ماذا يريد؟ يريد أن يبتلي الله عز وجل بعض المؤمنين، كما قال الله تعالى في الحديث الذي رواه مسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم: وأبتليك وأبتلي بك. ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من يؤويني، من ينصرني. 10 سنوات ينادي في الناس: من ينصرني. ونحن الآن فوق 10 سنوات، وكأن نداء رسول الله يخرج إلينا الآن: من ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يؤويني، من ينصرني. إما تنصروه فقد نصره الله، إن تنصروا الله ينصركم. من ينصر محمدا؟ قال جابر: فأرسلنا الله عز وجل إليه وابتعثنا بين يديه، فلما جلسنا بين يديه لنرى شروط النصرة، لنرى حقيقة هذا الابتلاء، الاختبار العظيم، أن تكون تابعا لسيد الأنبياء أو تكون تابعا لأولئك السفهاء.
قال صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا خذ لك ولربك ما شئت، خذ لربك عز وجل ولنفسك ما شئت، خذ شروط النصرة علينا، خذ شروط الانتصار منا. فقال صلى الله عليه وسلم تبايعوني. من يبايع؟ من يبايع على عهد رسول الله؟ تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، لا قبرا ولا حجرا ولا وثنا ولا صنما ولا وليا ولا نبيا ولا صالحا ولا أي شيء، توحيد خالص، لا إله إلا الله، وعلى السمع والطاعة. السمع والطاعة هو الإيمان برسول الله. يقول شيخ الإسلام والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم هو تصديقه وطاعته، هذا هو الإيمان. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه ثم يخالفوه، لا يحكموه ثم يطيعوه ويسلموا تسليما، ينقادوا القيادة، وعلى السمع والطاعة، وعلى أن تمنعوا، على أن تحموا رسول الله، على أن تنصروا رسول الله مما تمنعون منه أبناءكم. لو سب ابنك الآن كيف تحميه؟ على أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم وآباءكم ونساءكم، أن تنصروني كما تنصرون أنفسكم، بل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بل النبي يجب محبته فوق محبة كل شيء، ويجب نصرته فوق نصرة كل شيء. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. هذا هو حقيقة الابتلاء، أن تعبد الله وحده، وأن تسمع وتطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تدافع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ابتلي الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فبايعوا بيعة عظيمة، قالوا لا نقيلها ولا نستقيلها، لا نرجع فيها أبدا، نمضي فيها على عهد الله وعلى عهد رسول الله. فما لنا يا رسول الله؟ قال لكم الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من يبيع الآن نفسه وماله وولده نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من يصرخ الآن كما صرخ أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه في غزوة أحد لما كان يرمي الناس بالنبال، فأشرف صلى الله عليه وسلم ينظر مواقع نبله، فقال أبو طلحة لا تشرك يا رسول الله لئلا يصيبك شيء، نحري دون نحرك يا رسول الله. من يقول الآن نحري دون نحرك يا رسول الله، دمي دون دمك يا رسول الله، عرضي دون عرضك يا رسول الله، عمري دون عمرك يا رسول الله. من يقول الآن أفديك بنفسي يا رسول الله، أفديك بأبي يا رسول الله، أفديك بأمي يا رسول الله، أفديك بمالي يا رسول الله، أفديك بولدي يا رسول الله. من يقول ذلك الآن ويصرخ كما صرخ الصحابة رضي الله عنهم؟ والله ما يسرنا أن نكون في بيوتنا سالمين وأن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة. من يغضب الآن ومن يزمجر الآن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن رجلا من الكافرين، نعم والله من الكافرين، من الصليبيين، انتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن رجلا من ملوك النصارى من أحفاد هرقل وأبنائه في
هجري جاء بين يديه رجل من الأساقفة كمثل بن بكت هذا، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه، فغضب الرجل. لمن؟ لمحمد، وهو لا يؤمن به، وأنت لا تغضب وأنت تزعم أنك تؤمن به. فغضب الرجل ثم أرسل إلى قساوسته وعلمائه وقال له: ما تجدون عمر الداعي فيكم في كتابكم؟ إذا ادعى رجل النبوة كم تستمر دعوته؟ فنظروا في الكتب ثم قالوا: قدرا قليلا ما بين 20 و30 سنة. فقال الرجل: هذه دعوة محمد وهذا دين محمد، له 600 عام وله أتباع وله أنصار، ثم يصب بين يديه والله لا يكون. ثم أمر بقتل هذا الرجل الذي سب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا بنصرته، وهو الذي وعدنا على ذلك الخير العظيم، وهذا والله ثم والله هو البلاء الجسيم. أن تبتلى في دينك يا عبد الله. بلاء الدنيا هين آخره الموت ثم الجيان، وبلاء الدين آخره الدمار، إلا أن يأذن الله عز وجل بالانتصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، انصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انصروا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم تفلحوا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر محمدا، اللهم انصر محمدا، اللهم انصر محمدا، اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر دين محمد، اللهم انصر شرع محمد، اللهم انصر شرع محمد، اللهم انصر شرع محمد، اللهم انصر بنا الدين، اللهم انصر بنا الدين، اللهم انصر بنا الدين، اللهم انصرنا بالدين، اللهم انصرنا بالدين، اللهم انصرنا بالدين. اللهم اجعلنا لك راغبين، اللهم اجعلنا فيك راغبين، لك خاشعين، لنبيك متبعين، منك وحدك خائفين، منك وحدك خائفين، في رحمتك من الراجين، في رحمتك من الراجين، ولك من العباد المخلصين، ولك من العباد المخلصين. اللهم اجعلنا من أهل الروح والريحان، اللهم اجعلنا من أهل الروح والريحان، اللهم اجعلنا من أولياءك، اجعلنا من أولياءك، اجعلنا من أولياءك، اجعلنا من أنصار نبيك، اجعلنا من أنصار نبيك، اجعلنا من أنصار نبيك، اجعلنا من حواري نبيك، اجعلنا من حواري نبيك، اجعلنا من إخوان المصطفى، اجعلنا من إخوان المصطفى، اللهم اجعلنا من إخوان المصطفى، واجعلنا من أنصار المصطفى. اللهم مكن لدينك في البلاد والعباد، اللهم مكن لدينك في البلاد والعباد، اللهم مكن لدينك في البلاد والعباد. اذن لدينك أن يعود، اذن لدينك أن يعود، اذن لشريعتك أن تحكم وتسود، اذن لنا يا رب العالمين. اللهم صلتنا على المشركين، صلتنا على المجرمين، صلتنا على المتكبرين، صلتنا على المعاندين، صلتنا على الكافرين، صلتنا على الضالين، صلتنا على المغضوب عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك، إنهم لا يعجزونك. إنا مغلوبون فانتصر، إنا مغلوبون فانتصر، إنا مغلوبون فانتصر. افتح أبواب السماء بماء منهمر، افتح أبواب السماء بماء منهمر، افتح أبواب السماء بماء منهمر. دمر عليهم بيوتهم، دمر عليهم بيوتهم، رمي نساءهم، رمي نساءهم، يتم أولادهم، يتم أولادهم، يتم أولادهم. اللهم ارزقنا عمرا كعمر، ارزقنا عمر كعمر، ارزقنا عمر كعمر، وصلاحا كصلاح الدين، وصلاحا كصلاح الدين، وخالدا كخالد، وسيف خالد. اللهم ارزقنا سيف خالد، اللهم ارزقنا سيف خالد. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز المسلمين، اقر اعيننا بنصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اقر اعيننا بنصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اجلب قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفالحين واجعلنا من الصالحين، اجعلنا من الفالحين واجعلنا من الصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الامين تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم اغفر
لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.